السلام عليكم حبيباتي، كي راكم ملاح؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبتكم وصفه جديده، هي عباره عن لي كوتلات بطريقه جديده، ان شاء الله تعجبكم طريقتي. هنا جبت لي كوتلات، درت لهم مغرف صغيره تاع مطارد، شويه فلفل اسود، شويه راس الحانوت، وشويه كركم، شويه سكنجبير، وشويه كيري تاع اللحم، شويه توم بودغ، شويه ملح، انا حبيباتي درت انا شويه لي زيبيس تاع الشوا، ونديرو 2 ملاعق كبار تاع الخل يخلي اللحم تاعنا يقعد طري، ونحكمو هذيك لي زيبيس ندهنو بها كامل لي كوتليت تاعنا هكذا. لازم ندهنو كامل اللحم تاعنا. وهنا حبيباتي نخليو لي كوتليت تاعنا يريحوا في الفريجيدير باش يشربوا هذيك الخلطه. هنا انا جبت كيكوط مينيت، بعد نفات عليهم نص ساعه جبتهم في الفريجيدير، نحطهم في الكيكوط مينيت نستفهم هكذا. هنا ما درت لهم لا زبده لا زيت لا والو، نبلعوا عليهم الكيكوطه، نديروهم فوق نار هاديه كيما هكذا. غادي نبلع عليهم الكيكوطه ونخلوهم حوالي 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه حتى يطيبوا. انا هنا بلعت عليهم الكيكوطه تاعنا ونخليهم حتى يطيبوا. انا هنا بعد ما طابوا لي حوالين نحيهم ونزيد ندخلهم للفور شويه يتحمروا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق من الفوق باش يجوك شغل على شكل مشويين. نجيبوا هذاك الزيت تاعنا ولا لاصوص تاع لي كوتليت اللي طابت فيهم اللي طلقتها لنا، نديروا لها مغرف ولا زوج تاع ما. نجيبوا هنا خضره، انا هنايا الخضره جبت بطاطا، جبت لي كاروت، جبت لوبيا خضراء كنت نقيتها وغسلتها وغليتها. ندير لهم شويه ملح، ندير لهم شويه زعتره تطيب لنا مليح في الليغوم. هنا درت شويه فلفل اسود، ونخلطوا الليغوم تاعنا. ونجيبوا هذيك لاصوص تاعنا نحطوا فيها هذيك الخضيره ونبلعوا عليها الكيكوط نخلوها حوالي 10 دقائق تكون طابت. والان حبيباتي تكون طابت تاعنا، شوفوا طابت ما شاء الله. نقدموها. نتمنى حبيباتي الوصفه تاع اليوم جربوها. اذا جربتوها وعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي، ودمتم في رعايه وحفظه، والسلام مع فيديو اخر ان شاء الله.